قبل ما نبدأ ما تنساش تصلي حبيبك النبي وتشكر ربنا في زر اللايك. ولو انت اول مرة تشوفنا في القناة فانت مستني يا صديقي انزل اشترك بسرعة في القناة. بنقدم انميات اسطورية لاسطورة زي فخليك بطل اسطوري وتضم للقناة بتاعتنا. بص يا صديقي، فاضل على 100 مشترك حبة، فاضل لنا انت بس فاشترك يلا. طيب شوفش اجزاء فاتت من قصة ون بيس، احسن لك روح شوف تفهم بقية الاحداث. وصدقني الاحداث جامدة، زي الظهور المرعب اللي عامله قائد الفرسان المقدسين، والمصير أميرة فيفي وراجل اللي اسمه أبو، ومصير كمان اللي هو اتسابه بعد حاسة المارجوة المدمرة. فمن غير كلام يا صديقي كتير نخش يلا في الفيديو. بنروح بقى لمكان تاني وبنلاقي اتنين من بحرية هما ماشيين، ولكن هما بيمشوا بيلاحظوا سفينتين متدمرين ومدغدغين حرفيا. فبيقعدوا يسألوا بعض ترى إيه اللي حصل في السفينة دي؟ هل كان في حرب هنا ولا إيه النظام؟ ولكن في وسط هما بيسألوا بعض بيدخل عليهم الأدميرال ده وبيقول لهم إن مفيش حصلت حرب ولا حاجة، ولكن ده بسبب اتنين بس، وهما مونكي دي جارب واوكيجي كوزان. فساعتها بتصدم الاتنين وبيقولوا ازاي اتنين من البشر يقدروا يعملوا حاجه مدمره في السفينه دي. فبيقول لهم اللي يعمل الادميرال ده ان ده كان تدريب ليهم، وكانوا بيقعدوا يتدربوا على السفينتين دول، ولكن التدريب ده كان فيه قوانين، واللي هي ان محدش يقدر يستعمل ولا نقطه من قوه الفواكه الشيطانيه ولا برضه اكل ملكي. فساعتها بيصوروا برضه هما الاتنين دول وبيقولوا لهم الادميرال اما انتوا فاكرين ايه؟ هما كده ابطال البحريه بيتحدوا المستحيل والصعب عشان ينقذوا ارواحهم. نرجع بقى للعالم الجديد وتحديدا جزيره القراصنه اللي بنشوف فيها لسه جرب والبحريه بيواجهوا القراصنه اللي فيها، ولكن بنلاحظ ان البحريه كلهم متحصرين من القراصنه والوضع سيء جدا. وساعتها في نفس الوقت بيصحى راجل اللي اسمه وولف، حرفيا اول لما بيصحى بيبقى قد الجزيره كلها، عشان كده طبعا سموه بلقب السفينه. وساعتها بيبص لجرب وبيقول بقول لك يا جرب انت صحيت من النوم صح؟ هتدفع الثمن غالي. وساعتها جرب بيقول له وانت عبيط يا ابني؟ فبيقوم عليه بيضربه ضربه مرصعه بالهاك الملكي، حرفيا بترميه للبحر اللي بعيد بتغرقه للقاع. ولكن اول لما بيشوفوا القراصنه اللي حصل بيترعبوا من جرب، بيقولوا ازاي راجل عجوز زي كده عنده قوة مدمرة زي دي، واحنا لازم نصحي وولف ونطلعه من البحر. يا نهار ابيض يا جماعة على قوة جرب. ساعتها بقى في نفس الوقت بيجي من وراه راجل اسمه فاسكو بيقعد يتنمر عليه ويتريق عليه، ولكن على مين يابا ده جرب مش بيهتم للكلام. فساعتها بيجي راجل اسمه فاسكو بيضربه بالنار بتاعته. اسكت جرب لا طبعا. فبيمسك اتنين من القراصنة وبيعمل بيهم كانهم درع بشري، حرفيا والله بتيجي فيهم يتفحموا حرفيا. اسكت جرب لا طبعا. العالم متحفيه بالنار ديت بيقوم على القراصنة التانيين بيحرقهم هم كمان. بتنتشر النار اللي عملها جرب دي في كل حتة، يقعد الناس يهربوا ويصوتوا. طب جوه جرب المرعبه، حرفيا الراجل اللي اسمه جرب يعمل حاجات الشاب مش بيعملها. والله البحريه دول ليهم حق ان هم سموه بطل البحريه بسبب الانجازات والرعب اللي بيعملوا في القراصنه دول. بعدين بنشوف في السفينه بتاعت البحريه اللي البت كوجاكو بتقول لجرب ان هم خلاص سحبوا الاسرى وسحبوا جنودهم والمصابين، مستنيينك بس يا جرب ان انت تيجي وناخد اوامرك. بيقول لهم ان انا جاي. وساعتها بقى يتكلم كوبي وجروس بيقول لهم خلاص لازم نمشي من الجزيره دي. ولكن في نفس الوقت بيلاقي اوكيجي كوزان كان واقف جنب جرب وبيقول له هو انت عبيط يا جرب ولا وانت فاكرني هسيبك تطلع كده من الجزيره وانت حي؟ لا طبعا مش هسيبك تطلع من الجزيره دي غير وانت ميت. وساعتها بيترعبوا الثلاثه دول وبيجي برنس جروز وبيقول له احنا ما ينفعش نقاتل، كل ما نحارب قراصنة تيتش بيظهروا اكتر واكتر، كل ما بنقتل واحد بيظهر 10، لازم نهرب من الجزيره دي بسرعه. فساعتها جرب بيقعد يفكر كده قراصنة محوطين. فساعتها بتجيله الفكره، بعدين بيقول للثلاثه بيقول ان احنا لازم نمشي ونجري بسرعه قدام ومش عاوز حد ولا يبص وراه ولا يموت. ساعتها بيجروا هما الاربعه عشان يوصلوا للساحل، لكن في نفس الوقت بنلاقي كوبي وهو بيجري يلاحظ قرصان كان بيجري ورا بيت، كان القرصان ده كان عاوز البت دي. ساعتها بيسكت كوبي الجنتلمان لا طبعا بيروح عشان ينقذها، ولكن اول ما يروح عشان ينقذها لان ده كمين وفخ. حرفيا اول ما يشوف كوبي الكلام ده بيتصدم وبيتجمد في مكان، ولكن جرب بيحس ان كان في حاجه جايه على كوبي بسرعه صاروخيه. ساعتها قبل ما بتيجي الحاجه دي على كوبي بنلاقي ان جرب هو اللي خد الضربه، وبنعرف ان الضربه اللي كانت جايه صاروخيه ديت هو سيف. وساعتها بقى بيحاول جرب يعرف مين اللي عمل دي وبيستعمل قوته، بالله انه بيضرب الراجل ده ضربه قويه جدا. بعدها بيظبطها في ان اللي ضرب الضربه ديت هو شيرو المطر. صباح الخير يا جرب. اول لما بيشوفوا القراصنه اللي حصل في جرب ده بيفرحوا جدا عشان بسبب اللي حصل ده قدروا يضعفوا من قوه جرب. وساعتها لما بيشوفوا الثلاثه اللي حصل في جرب كمان بيتصدم منهم كوبي بيكون خايف لانه السبب ان معلمه الطعن، بقى يقول في نفسه ان هو السبب، هو قال له ان هو بس ما بصش وراه كان زمانه جرب بخير. ساعتها جرب بيقول له ما تغرش في نفسك بس يا كوبي،
هو كان بيستهدفني انا في الاول، عشان كده استهدفك انت. فيلا بقى يا كوبي اجري انت بسرعه انت واصدقائك عشان تهربوا من الساحل. وساعتها بيهاجموا عليه قراصنة تيتش، لان جارب على راسه مكافأة 3 مليار بيري، واللي هيقتله هيبقى غنم معاه لامبورجيني. ولو انت مش عارف يا صديقي البحرية عليها مكافآت، فقلت لك يا صديقي ارجع شوف الاحداث السابقة. ساعتها بقى في نفس الوقت بنلاقي كوزان وهو بيجري عليهم بيجمعهم واحد ورا التاني، بيقول لهم انتوا عبطة قراصنة ولا ايه؟ ده ممكن دي جرب حرفيا، لو دي مقطوعة او مربوط هيقدر يهزمكم عاجلا ام اجلا. وساعتها بنلاقي الاتنين بيجهزوا قوتهم، اللي بيجهز بهاك الملك واللي بيجهز بفاكهته، وبيستعدوا عشان يضربوا بعض. ولكن في الماضي كان اوجي كوزان كان تلميذ، وكان جارب كان معلمه. كان ساعتها كانت علاقة الأب بالابن، المعلم والتلميذ، كانوا بيتدربوا مع بعض، كانوا بياكلوا مع بعض، كانوا بيحبوا بعض. كان جارب عمره ما استغلى عليه معلومة عشان تقوي اوكجي. حتى مرة من المرات جارب بيقول له اوكجي ان هو ما استعملش الهاك كتير، فبيقول له اوكجي ماشي انا كده كده اصلا ما بعرفش استعمله. فبيقول له خلي المعلومة دي ليك عشان هتفيدك لما تكبر. حرفيا كان جارب ده كأب ليه، واوكجي كان تلميذ ليه برضه وكان بيحبه جدا. ولكن للأسف بعد احنا بنشوف الابن العاق ضد ابوه، التلميذ اللي يغلب الأستاذ، الراجل اللي باع عمله مكانه عشان قراصنة أو غاد. وساعتها بيقول جارب إن أنا غبي عشان ربيته واخد ثاني يغدر بيا في وقت من الأوقات. وساعتها بتشوف الاتنين لما بيتصادموا بعض بيقول لك مرصعه بالهاك والحب والكره. حرفيا الضربه مدمره بتنتشر في كل حته في الجزيره، حرفيا بتعمل انفجار مدمر حرفيا بسبب الضربه دي. بتنتر جارب وبتنتر اوكجي. وبعد اللي حصل ده اتلموا عليه فناننا الثلاثه يشوفوا احوال جارب. ولكن ساعتها بنلاقي ان القراصنه حوطوهم تاني، وبنلاقي كمان راجل الجزيره وبيقول ما دام كده كده اصلا جارب هيخسر وبرضه البحريه هتخسر، احنا لازم ندمر السفينه بتاعته. وساعتها بيمد ايده المدمره ديت عشان يدمر السفينه. ساعتها بيقول له كوبي ارجوك توقف، لكن الراجل الجزيره مش بيسمعه، وبيقول ان هو طول عمره بيشوف قائده مارشال دي تيتش هو على اول الصور في الصحف والجرايد، عشان كده هو نفسه يعمل حاجه تبع الصحف والجرايد. يا نهار ابيض يا جماعه، حرفيا الامور بتزيد اسوأ واسوأ. كوبي اول لما بيشوف المنظر اللي قدامه ده بيترعب وبيقعد يزعل راجل الجزيره، بيقول ارجوك ما تعملش كده، ولكن هو مش بيسمعه وبيعمل اللي في دماغه. نرجع بقى فلاش باك حدود مثلا 4 أسابيع كده، اول لما قراصنة مارشال دي تيتش غزوا جزيره الامازون، واللي شفنا مارشال فيها بيهاجم على بوهانكو، ولكن في الاخر بيخوفوا ريلي بالهاك المدمر بتاعه وبيمشيه من الجزيره. ولكن بتشوف تيتش بيقف على اول الجزيره وبنلاقي ان هو قدر يقصر 800 جندي من البحريه، وبيكون الواد كوبي والعميد اللي معاه مش قادرين يعملوا حاجه. فبيقول لهم تيتش تمام انا كده راضي على اللي انا خدته من الجزيره ديت بما اني ما عرفتش اخد قدره بوهانكو. ولكن بعدها بتشوف الواد كوبي بيفكر بنفسه وبيقول يا ترى هعمل ايه في الموقف ده، لو حاربناه مش هنقدر نتغلب عليه. ولكن فجأة بتشوف الواد كوبي راح عند مارشال تيتش وبيقول له انا عاوز اعمل لك عرض، صفقة مش هتقدر ترفضها ابدا. وبيقول له تمام ماشي هات اللي عندك واشوف هل العرض مغري ولا لا. ساعتها بيقول له كوبي ايه رايك تاخدني انا وتدي لي 800 جندي وتسيب البحريه. فساعتها بقى اول ما بيسمع الكلام ده تيتش بيقعد يضحك ضحكته بقى اللي انتوا عارفينها. فساعتها بيقول له الصفقه دي مش حلوه، بس تمام ماشي هقبل بالصفقه دي في الاخر. فعلا زي ما احنا شفنا كوبي راح للواد تيتش في الاخر. بعدها بنرجع بقى من الفلاش باك ده ونروح بقى لفلاش باك تاني، معلش بس استحملوني شويه بس. ولكن المره دي بقى اول ما كان كوبي كان صغير وساعتها كان لسه بيتدرب تحت ايدين الجرب. بتشوف ان الراجل اللي اسمه جوجا بيديهم درس في الحكومه وبيقول لهم انا لكم اختبار، تخيلوا ان انتوا على جزيره وفي طفل وراجل كبير وموجود هناك في الجزيره، والجزيره دي مليانه وحوش قوي، يا ترى بقى ننقذوا مين؟ ساعتها بيتلخبط الواد كوبي في البدايه وبيقول استنى لو رحت لوحدي ممكن اضحي بنفسي وانزل من القارب واخلي الراجل العجوز والطفل يمشوا من هنا مع بعض. ولكن بتشوف جارب بيديله بالقلم على وشه وبيقول له هو انت عبيط يا ابني؟ يا ابني مفيش الكلام انت بتقوله ده. بصوا بقى جارب اقول لكم ايه واسمعوا كويس بقى عشان ده اللي انتوا هتنفذوه، ان الجندي البحريه ده هو امل البحريه، اما الراجل العجوز ده فايامه بقت معدوده يعني كده وكده كده اصلا هيموت، فلازم بقى يا صديقي انت تنقذ الطفل وترجع بيه. يعني الخلاصه موت العجوز وانقذ الطفل وانقذ نفسك. فساعتها بتستغربوا الناس اللي هم بيسمعوا الكلام بتاع جارب بيقولوا هو انت عبيط يا جارب ولا ايه؟ يا عم الكلام انت بتدرسه للعيال دي. ولكن بيقول لهم جارب صدقوني هو ده الحل اصلا، الحل اللي بيكون موجود في الحالات اللي زي دي. انتوا امل البحريه وراجل العجوز ده ملوش اي 30 لازمه. الله وكيل انا مش عارف دماغ جارب ده ماشيه ازاي الصراحه يعني، بس يلا. بعدين بقى بنرجع بقى من فلاش باك الحمد لله يعني رجعنا، وبنشوف ان لسه الكل متفاجئ لان ايد العملاق خلاص هتنزل على السفينه بتاعت البحريه، وبنشوف ان جنود السفينه بيحاولوا يدافعوا عنها بالمدافع، ولكن الايد العملاقه ديت مش بتتهز ولا هزه ولا اي تاثير. ولكن بنشوف بقى راجل الجزيره واللي اسمه بيزارو بيقول لهم مفيش مهرب ليكم،
ساعتها بقى بيطول ايده بسرعه عشان يقضي عليهم. بيفضل الواد كوبي العبيط شايف الموضوع واقف عادي مش بيعمل اي رياكشن، يقعد بس يلطم ويقول انا السبب انا السبب، لو ان انا ما كنتش سلمت نفسي للواد تيتش لازم كل اللي حصل ده مش موجود. فجأة بيخش كوبي جوه عقله الباطن وبنشوف هناك جربة بقى يقول له انت تقدر تعملها، انت قوي وهتقدر تهزمهم، انت الوحيد تقدر تعملها يا واد يا كوبي. نروح بقى لجرب وبنشوف ان هو لسه مركود على الارض من ساعه لما خد الضربه من واد كوزان، وبنشوفه برضه ان هو مش قادر ياخد انفاسه. ولكن فجاه بيكلمهم الثلاثه وبيقول لهم اسمعوني كويس، انا اقدر انا اخلقهم فرصه ان انتوا تهربوا من الجزيره دي، والفرصه دي مره واحده بس، ما تلحقوها ما تلحقوهاش. وانت كمان يا كوبي انا عاوزك تدغدغ وتدمر الايد دي حرفيا، عاوزك تفشخها. وبيقول له كوبي ازاي اعمل حاجه مش هقدر اعملها زي دي. لكن بتشوفه مش بيهتم بكلامه، بيمر جروس انه يحاول ينقذ السفينه بعد ما الواد كوبي يضم الايد العملاقه. وبيقول برضه واد هيليمبو ان هو يحاول بقدر الامكان ان هو يبعد القراصنه عليه. فساعتها بيتفاجئوا الثلاثه من اللي يسمعوه من جرب وهم اصلا مش فاهمين هيعملوا القرارات بتاعت جرب دي ازاي. ساعتها جرب بيقول لهم نفذوا بس الاوامر دي وخدوا الاوامر دي على محمل الجد وبسرعه عشان احنا ما عندناش وقت. ساعتها بيقرروا الثلاثه ان هم يجروا وينفذوا طلبات جرب. فعلا بتشوف ان هو اول لما بيستعملوا الاوامر بيطيروا على طول وبيجروا وراهم القراصنه، ولكن بيقفوا واد ليمبو وبيتصدى ليهم علشان بقى الواد كوبي وجروز يروحوا ينفذوا اللي اتطلب منهم. ولكن بتشوف ان القراصنه كتار جدا على واد هيليمبو وبيكون خايف ومرعوب اكتر. ساعتها بقى بنروح للواد جروس وبيسال الواد كوبي وبيقول له هو انت هتقدر تدمر ايد العملاقه ديت؟ هو انت معاك قنبله ولا ايه؟ ولكن بيرد عليه كوبي بيقول له انا معيش حاجه، انا معايا ربنا بس انا هحاول اشوف طريقه تدمر الايد دي. فساعتها بتشوف في نفس الوقت ان في قوسين بيحدف عليهم قنبله مدفع، ولكن بيجي الواد الليمبو الراجل وبيصد المدفع ده بجسمه في الاخر. نروح بقى على الناحيه الثانيه وبنشوف الراجل اللي اسمه جار وهو بيحاول يقف تاني، لكن بيكون تعبان جدا ومرهق قوي الصراحه. وبعدها بنشوف بيظهر ليه اوجوجي تاني من جديد وبيقول له هو انت رايح فين؟ وانا مش قلت لك ان مفيش مهرب ليك؟ ولكن ساعتها بنشوف جار بيفجر كل قوته وبيطير في الجو وبيدي الواد اوجوجي حته دين ضربه عالميه بتدمر المكان حرفيا. وبعدها بيطير بقى بسرعه قصوى جدا على راجل جزيري اللي اسمه بيزارو وبيديله حته دين ضربه مرصعه بالهاكي الملكي والتصلب وبيدمر بيه المكان كله حرفيا. وكده بنشوف الراجل اللي اسمه جربو الاسطوره ده وخلاص عمل الفرصه اللي هتخلي هيليمبو وكوبي وجروس يهربوا من المكان ده. وساعتها بتشوف ايد الراجل اللي اسمه بيزارو بترجع، وساعتها بقى لما بيشوف كوبي الكلام ده بيقف وبيبص على بطل البحريه. ولكن بتشوفه هو بيكون حزين جدا جدا عليه لانه اكيد استنفذ طاقه كبيره جدا في المعركه دي وهو ممكن يقع ويموت. وبعدها بيفتكر كلمات بطل جرب بيقولوا ان هو انت مستقبل البحريه ولازم تعيش باي ثمن. وقتها بنشوف كوبا بيقول انا مش هضيع الفرصه اللي اداها لي معلمي جرب، وساعتها بيطير بسرعه جامده جدا في الجو. وساعتها بقى بنشوف راجل الجزيره اسمه بيزارو وبيبدا كده ان هو يجمع نفسه من تاني وبيقول له هي دي بقى السفينه اللي انت عاوز تنقذها؟ طب صدقني انا والله لا هدمرها لك دلوقتي. وفعلا بنشوفه بيمد ايده وخلاص هتقرب من السفينه، ولكن بنشوفه ان هو بيرجع فلاش باك. معلش يا جماعه اعذروني بس على الفلاشات الكتيره اللي بتظهر في الحلقه دي. وبنعرف ان في الفلاش باك ده بنشوف بطل البحريه جرب وهو بيكلم واد هيليمبو وبيقول له خلي بالك من زميلك كوبي لانه بيتقدم بسرعه ولكن بيكون ليه اصابات كتيره قوي. فبيقول له هيليمبو انا اسف انا عارف ان هو بيتصاب ولكن هو اللي طلب مني اني ما اعرفكش ولا اعرف اي حد. بس كوبي كل يوم بيروح يتدرب عند سفينه الملاكمه اللي انت كنت بتتدرب عليها، علشان كده كل يوم بتلاقي ان ايد الواد كوبي بتبقى مورومه وفيها اصابات بالهبل. وفعلا بتشوف الواد كوبي ودي حرفيا كلها اصابات وبتتكسر وبتتدمر كذا مره، ولكن هو مش بيسكت وبيعالجها وبيرجع تاني للتدريب. عارف ليه يا صديقي بقى كوبي بيعمل كده؟ عشان هو عاوز يبقى زي جرب، عاوز يكون بطل من ابطال البحريه. كوبي ده عاوز ينقذ العداله، وفعلا يا صديقي كوبي صادق مع عدالته. ازاي اي واحد في البحريه احنا شفناه في قصه وان بيس هو عاوز يساعد الناس، عاوز يحميهم، عاوز يحمي الضعفاء. وخلاص بقى بيقول واد هيليمبو انه فضل يترجع عشان ما يتدربش بالتجربه البشعه دي، ولكن هو ما كانش بيسمع كلام. وفي اللحظه دي بقى بنشوف كوبي وهو بيجيله رؤيه واللي هي ان لو الايد نزلت ودمرت السفينه بيقول لا انا مش هسيبها انها تتدمر. بس ساعتها بتشوف الواد كوبي متاخر جدا ومش قادر يلحق السفينه ومش قادر يجري بالسرعه الكافيه برضه، عشان كده بيدخل لجوه عقله ببطل تاني وبيقعد يفكر كتير. وفجاه كوبي الولد الصغير اتطور واصبح من كوبي العبيط لكوبي وهو عنده الهاكي. وفعلا بتشوف انه بيقدر يجري جدا وبسرعه قصوى زي ما كان بطل الحياه جرب كان بيعلمه. وساعتها بيوصل لقدام الايد وبيقول كوبي ان هو كان شايف نفسه ان هو كان بيتدرب اكتر من اي حد. وادي كان بيقولكم 1000 لكمه او ب 300 لكمه لحد ما فالهم لل 10000 لكمه. وساعتها فجأة بتشوف الواد كوبي بيفعل الهاكي الملكي في ايديه، وساعتها بنشوف كوبي بيضرب لكمته المدمر لكمة صدمة الصدق
اللكمه اللي شبه صدمه المجره بتاعه مونكي ديجر، حرفيا اللكمه مدمره لابعد الحدود. اللكمه دي يا صديقي دمرت ايد رجل الجزيرة، حرفيا الهاكي بتاع الواد كوبي انتشر في كل حتة، منها الصخور اللي اتدمرت بسبب قبضته المدمرة ديت. حرفيا الواد كوبي اللي كان في اول قصة وان بيس حاجة، وكوبي دلوقتي اللي اصبح بطل في مستقبل البحرية حاجة تانية خالص. حرفيا الواد اتطور بشكل مرعب. ساعتها بقى بعد اللي حصل ده بتشوف الواد كوبي بيغمى عليه وبيترمي من السماء، وفي نفس الوقت برضه بنشوف ان الصخور اللي اتدمرت بسبب ضربة كوبي بتبدأ خلاص انها تترمي على السفينة بتاعت البحرية. ولكن بيوصل راجل اللي اسمه برنس جروز قبل ما بتقع على السفينة، بيرفع القدرات بتاعت اللي هي الطين يعني، وبيقدر يمسك كل الحجارات قبل ما بتنزل على السفينة. بس ساعتها بيكون برنس جروز متفاجئ جدا من قوة الواد كوبي العبيط، وهو بيشوف ان قدرته المتدمرة بتزيد اكتر واكتر قدام عينيه. وساعتها بقى قبل ما بيقع بقى على الارض بيجي الواد هيليمبو وبيمسكه في الاخر. لكن ساعتها بشوف الواد هيليمبو وهو متضايق من كوبي عشانه خلاص بقى اقوى منه. ساعتها بقى بيسترجع ذكرياته القديمة معاه، فكر ان هم مع بعض كانوا بيتدربوا واتطوروا مع بعض وشربوا وكلوا مع بعض، وكان معلمهم واحد اللي هو بطل البحرية جارب. وساعتها بقى بيقول جارب بقى ما يشوف الحاجات اللي عملها واد كوبي ده، ان الشقاية والتعب فيه ما راحش، وان التعليم الحلال اهو، تعليم الحلال اهو، وانهم خلاص هيرجعوا للسفينة بقى. وبعدها بيوصل كوبي للسفينة وبتشوف الكل بيرحب بيه وفرحانين بيه قوي. وساعتها بيجيلهم اتصال من بطل البحرية جارب، بيعرفوا ان المهمة كده خلاص خلصت ورجعنا واد كوبي بنجاح. بتقول له العقيدة تمام، احنا خلاص كده خدنا كوبي، خدنا اللي احنا عاوزينه، فضل لنا انت بس يا جارب، فتعالى يلا بسرعة. ولكن ساعتها جارب بيفاجئ الجميع وبيقول لهم انتوا بتقولي ايه؟ انا مش هقدر اجي، مش هقدر اروح السفينة، خدوا بعضكم وهربوا من هنا بسرعة. ساعتها بقى بيسمع مكان بولاد كوبي وهيليمبو بيقولوا انت بتقول يا جارب احنا مش هنتحرك من السفينة دي غير وانت موجود. لكن ساعتها بتشوف جارب وهو بيضحك وبيقول لهم معلش انا هكون بخير، ما تخافوش عليا يا اولاد، روحوا انتوا بس وانا ابقى هوصلكم وهرجعكم في اسرع وقت، المهم بس عندي الاول انكم تكونوا بخير يا حبايبي. فساعتها لما بيسمع كوبي الكلمات دي وبيقعد يزعق وبيكون عاوز يرجع بالسفينة، ولكن الناس للاسف هنا بيرفضوا طلب كوبي وبيرفضوا يرجعوا ليه. وساعتها بيحزن الكل على جارب وبيكونوا خلاص عارفين ان هو مش هيقدر يرجع تاني للسفينة. وساعتها بيقول لهم جملة أخيرة وبيقول لهم انتوا أبطال البحرية، انتوا المستقبل، لازم تعيشوا وتنقذوا الناس، لازم تنفذوا عدالتكم. وساعتها بيقفل معهم الخط. فاكرين بقى صديقي الدرس اللي علمه جارب للطلاب؟ هو حرفيا جارب طبق الدرس ده في الأحداث اللي حصلت في جزيرة القراصنة. جارب متخيل ان هو خلاص بقى انسان عجوز ملوش اي لازمه في البحريه، وهو عاوز خلاص يودي الشعله للاجيال اللي جايه. وساعتها بتشوف بقى جارب بيقعد يضحك جامد الضحكه الحزينه وهو وسط رجاله تيتش وقرصنته، وبنشوف ان جارب كان مرمي على الارض وكان متلج حرفيا. وساعتها بتشوف الواد اوكيجي مجمد نفسه علشان يكتم الحزن اللي جواه. نعم هو غدر بمعلمه ولكن هو انسان وعنده مشاعر. ساعتها بقى بيقعد يفتكر ذكرياته مع معلمه او ابوه، وهم كانوا بيتدربوا مع بعض وكانوا متصاحبين مع بعض. وساعتها كان بيحاول ان هو ما يعيطش ولا ينزل دمع علشان ما حدش يشوفه وهو بيزعل على شخص من البحريه. والحصل ده صديقي بعرفك حاجه واحده، ان اوكوجي لسه بيحب معلمه، ولكن في سبب خلاه يعمل الغلطه ديت. نسيب بقى اللي بيحصل بقى في جزيره القراصنه ده وكل اللي بيحصل بره، نرجع بقى لارك الاجهد. وبنعرف بقى من الراوي ان الاحداث دي اتنشرت جامد جدا حرفيا. من وقتها ساعتها مش عارفين ولا خبر على جارب، ولا مش عارفين دلوقتي مصيره، ومش عارفين ايه اللي حصل له. كمان في نفس الوقت بنشوف ان الجرايد كتبت على الصحف بتاعتها ان قبعة القش مونكي دي لوفي سيطر على جزيرة الاجهد كلها وعمل حصن ليه ومحتفظ بالدكتور في جبان. يا ترى بقى ايه اللي هيحصل لمصير جارب وكوجي؟ يا ترى هيعمل ايه بعد ما حرفيا هزم معلمه؟ ولا يحسن مع لوفي وطاقم قبعة القش؟ وما تنساش يا صديقي ان الحكومة رايحة على جزيرة الاجهد، وانت عارف يا صديقي ان السفينه اللي رايحه دي فيها الجروسي، انا حرفيا هتبقى دمار. فده بقى صديقي انا عارفه بقى في الحلقات الجايه. ما تنساش بقى صديقي تفعل زر اللايك والاشتراك بتاعك. صح يا صديقي كده خلاص كل حلقات ون بيس انتهت. خلاص كده صديقي ون بيس اتوقف لحد لغايه شهر يناير او ابريل حاجه زي كده، يعني ون بيس هيرجع على سنه 2025. وما تزعلش بقى صديقي، ولكن احنا ان شاء الله هننزل انميات جامده جدا لحد ما ون بيس الاسطوره يرجع تاني. غير كده كمان يا صديقي احنا هننزل انميات اسطوريه موسميه، يعني حرفيا هيبقى في دمار وعظمه هيحصل في القناه دي. احنا مش عايزين بس منك غير حاجتين، تفعل الاشتراكك عشان خلاص يا صديقي قربنا نوصل ل 100 مشترك، وان شاء الله الحلم يجوى نبقى 1000 مشترك يا رب. وتفعل زر الجرس عشان انميات الاسطوريه تجيلك. وكالعاده يا صديقي متنساش تصلي حبيبك النبي وتذكر ربنا، ويلا سلام.